مين اللي دمر محمد فوزي وقضى عليه وقهره وتسبب في وفاته؟ ده اللي هنعرفه النهارده. بس قبل ما نحكي الحكايه رجاء الاشتراك في القناه وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. عبقري من عباقرة الموسيقى في مصر والعالم العربي، لحن النشيد الوطني للجزائر ورائد الأغنية الخفيفة والشبابية. اتربى على عرش السينما الغنائية والاستعراضية في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، وتميز أسلوبه الفني بالبساطة والبهجة، ده بالإضافة لامتلاكه موهبة في إدارة المال والأعمال والإنتاج الفني. في 16 أغسطس سنة 1918 اتولد محمد فوزي عبد العال حبس الحو في قرية كفر أبو جندي، مركز قطور، محافظة الغربية. أبوه كان راجل مقتدر وعنده عزبة 160 فدان، فاتجوز 3 مرات، ومن الجوازات ال3 دول خلف 25 ولد وبنت، كان منهم 3 فنانين، والغريبة إنهم كانوا أشقاء: هدى سلطان وهند علام ومحمد فوزي، اللي كان ترتيبه ال21 بين اخواته ال25. وال3 دول خلفهم من الزوجة الثالثة اللي خلفت 5، كل أسمائهم مركبة، فكان منهم محمد فوزي وجمالات بهيجة اللي أصبحت بعد كده المطربة الكبيرة هدى سلطان، وزينب عواطف اللي عرفناها باسم هند علام، وكانوا بينادوهم بالجزء الثاني من اسمهم، يعني فوزي وبهيجة وعواطف. أبوه كان عنده ميول فنية وبيحب العزف على العود، وكمان كان صوته حلو في الغنى والتواشيح، واتنقل حب الفن من الأب لولاده، وخصوصا المطربتين هدى سلطان وهند علام ومحمد فوزي بطل موضوعنا. خد محمد فوزي الابتدائية من مدرسة طنطا سنة 1931، وفي المدرسة دي ظهرت ميوله الفنية، فمال للموسيقى والغنى، وتعلم أصول الموسيقى في البيت على إيد صديق أبوه محمد الخربطلي اللي كان شغال في المطافي. كان الخربطلي بياخده معاه يغني في الموالد والليالي والأفراح. اتأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فكان بينزل طنطا يغني أغانيهم للناس في حديقة المنتزه وفي احتفالات مولد السيد البدوي. وأول ما خد الإعدادية جري على معهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة من غير ما ياخد البكالوريا ولا حتى موافقة أبوه، ومن غير كمان ما ياخد معاه جنيه واحد. ورغم معارضة أبوه ورفضه يبعت له فلوس كوسيلة للضغط عليه عشان يرجع يكمل تعليمه، إلا إنه أصر على موقفه، واللي ساعده على كده الجنيه اللي كانت أمه بتبعته له كل شهر في حوالة من ورا أبوه. لكن بعد نجاح فوزي وشهرته غير أبوه موقفه وسامحه، ورجعت المية بينهم لمجاريها. لكن بعد سنتين ساب الدراسة وقال فكك يا ابن العالم اللي مش جايب همه، هما يعني اللي اتعلموا عملوا إيه؟ وجري على صالة الأختين رتيبة وأنصاف رشدي قبل ما تغريه بديعة مصابني للعمل في صالتها ب7 جنيه في الشهر. وفي صالة بديعة اتعرف على تحية كاريوكا ومحمود شكوكو وإسماعيل ياسين وسامية جمال، وكمان اتعرف على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمود الشريف، اللي كون معاهم صداقة متينة، واشترك معاهم في تلحين السكتشات الخفيفة والاستعراضات الراقصة وغناها كمان، فساعدته الحاجات دي بعد كده في أعماله السينمائية اللي اشتهر بيها. ومن فرقة بديعة مصابني لفرقة فاطمة رشدي، وبعد كده الفرقة القومية للمسرح. وما كان عنده 20 سنة اتقدم لامتحان الإذاعة كمطرب وملحن زي فريد الأطرش اللي سبقه للإذاعة قبلها بسنتين، لكنه سقط ومرضيوش يعتمدوه مطرب في الإذاعة، بس نجح كملحن زي صديقه محمود الشريف اللي سبقه واعتمدته الإذاعة كملحن هو كمان. كان الغنى والتلحين شغل محمد فوزي الشاغل، فقرر إحياء أعمال سيد درويش ويطورها، ومنها يقدر ينطلق لألحانه اللي مالية راسه وشغلة تفكيره. وجات له الفرصة أما انضم للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، ممثل ومغني، ووقف على خشبة المسرح كبديل للمطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد بتاع السيد درويش، لكنه فشل عند عرضه الأول رغم توجيهات المخرج زكي طليمات، فده طبعا أصابه إحباط وانسحب من الساحة الفنية لفترة. كانت فاطمة رشدي اللي بتميل له وبتؤمن بموهبته أول واحدة تمدله إيد المساعدة بعد المسرحية دي، وعرضت عليه العمل في فرقتها ممثل وملحن ومغني، فوافق مع الشكر. وكان عرض فاطمة رشدي طوق النجاة بالنسبة له، لأنه اداله أمل مرة تانية. وفي سنة 1943 اتجوز السيدة هداية عبد المحسن وخلف منها 3 أولاد، سمير ونبيل ومنير. لكن أما اتجوز عليها الفنانة مديحة يسري سنة 1951 أصرت على الطلاق، وفعلا اتطلقوا، وخلف من مديحة يسري بنته وفاء سنة 1953، لكن وفاء دي ماتت وهي صغيرة. وسنة 1954 خلف الابن الوحيد للفنانة مديحة يسري اللي كان بطل مصر في الكاراتيه، لكن مات في حادثة بشعة سنة 1982. استمرت جوازة محمد فوزي ومديحة يسري 8 سنين من سنة 1951 ل 1959، أما طلبت الطلاق بسبب خيانته ليها. وفي سنة 1961 اتجوز الفنانة كريمة المعروفة بفاتنة المعادي، واللي خيرها ما بينه وما بين الفن فاختارته هو، وفضلت معاه لآخر يوم في حياته. وفي سنة 1944
طلبوا يوسف وهبي عشان يمثل دور صغير في فيلم سيف الجلاد يغني فيه من ألحانه أغنيتين، لكنه اشترط عليه إنه يختصر اسمه الطويل، بدل محمد فوزي حبس عبد العالي الحو كفاية عليه محمد فوزي بس، فوافق من غير تردد. المخرج محمد كريم شاف فيلم سيف الجلاد وكان بيدور على وجه جديد عشان يديله دور البطولة في فيلم أصحاب السعادة أمام سليمان نجيب والمطربة رجاء عبده، فوقع اختياره على محمد فوزي، لكنه اشترط عليه إنه يعمل جراحة تجميلية لشفته العلوية اللي كانت مفلطحة شوية، واكتشف بعد كده إن محمد كريم كان على حق في الأمر ده. نجح الفيلم نجاح كبير جدا غير متوقع، فشجعه النجاح ده إنه ياخد خطوة جديدة، وقرر تأسيس شركته السينمائية اللي حملت اسم أفلام محمد فوزي في سنة 1947 وكان عنده ساعتها 29 سنة. غنى فوزي العديد من الأغاني اللي كانت من ألحانه في مجموعة من الأفلام، ومثل 36 فيلم، وبكده يعتبر أكتر المطربين الذكور تمثيل. لكن رغم كده كان بيسمح للملحنين تانيين بالتلحين في الأفلام اللي يمثلها، عكس محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش اللي كانوا بيلحنوا كل الأغاني اللي في الأفلام اللي يمثلوها، وبيرفضوا نهائيا إشراك أي ملحن تاني معهم. وكمان لحن لعدد كبير من المطربين زي محمد عبد المطلب وليلى مراد ونازك ونجاح سلام وأخته هدى سلطان وغيرهم الكتير. ورغم أن الإذاعة المصرية رفضت اعتماده كمطرب، إلا أنها كانت بتذيع أغانيه السينمائية من غير ما تفكر تتعاقد معاه، وقالوا إن السبب ورا رفض الإذاعة اعتماده كمطرب وجود محمد عبد الوهاب كعضو في لجنة الاستماع بالإذاعة، وإن هو اللي كان ورا الرفض ده. لكن بعد ثورة 23 يوليو دخل الإذاعة بقوة بأغانيه الوطنية زي بلدي أحببتك يا بلدي، وأغانيه الدينية زي يا تواب يا غفور وإلهي ما أعدلك. أما أغنية ماما زمانها جاية وذهب الليل اللي غناها في فيلم معجزة السماء فأكدت ريادته للأغاني التربوية الهادفة المخصصة للأطفال. اشترك مع مديحة يسري وعماد حمدي وشادية وفريد شوقي وهدى سلطان في رحلات قطار الرحمة اللي أمرت بتسيير الثورة سنة 1953 بين مديريات الوجهين البحري والإبلي. وما اكتفاش بكده، فاشترك مع عدد من الفنانين في مواساة المرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية. سنة 1956 طلب رجالة الثورة الجزائرية من الملحن التونسي محمد التريكي تلحين النشيد الوطني الجزائري نشيد قسما، وفعلا قام بتلحين النشيد ده، لكن اللحن ما عجبش رجالة الثورة. جه اتنين من مسؤولي الجزائر لمصر وقابلوا محمد فوزي في إذاعة صوت العرب وطلبوا منه تلحين النشيد القومي الجزائري، لكن محمد أبو الفتوح رئيس القسم المغربي في الإذاعة اعترض على فوزي واعتبره ملحن خفيف ما يصلحش لتلحين النشيد القومي. ففوزي خد الكلام ده على انه تشكيك بقدراته وموهبته وقرر يقبل التحدي، فقام بتلحين نشيد قسما النشيد القومي الجزائري اللي ما زال هو النشيد القومي للجزائر الى يومنا هذا، ومرضيش يتقاضى عنه اي اجر، وقال ان ده اقل حاجه يقدمها للثوار الجزائريين. لكن كل ده اتغير بين يوم وليله. اما قامت ثوره 23 يوليو اتعامل الفنانين معاها بحذر شديد جدا، وفيهم اللي لبت ساكت يراقب الموقف من بعيد. وكانت أول واحدة قرت الخريطة صح أم كلثوم، اللي عرفت عن طريق فكري أباظة ومصطفى أمين إن جمال عبد الناصر هو القائد الحقيقي والعقل المدبر للثورة، أما اللواء نجيب فكل مؤهلاته هو رتبته العسكرية العالية. فما كدبتش خبر، راحت أم كلثوم للإذاعة وطلبت التخلص من كل أغانيها اللي غنتها للملك فاروق وكمان اللي غنتها لأبوه الملك فؤاد من قبله. وفي يوم 5 أغسطس سنة 1952 يعني بعد قيام ثورة 23 يوليو ب 12 يوم بالظبط، نشرت مجلة الكواكب صورة لأم كلثوم وهي بتحرق بنفسها الشرايط اللي عليها الأغاني اللي غنتها للملك فاروق. نفس الشيء عرفه محمد عبد الوهاب اللي لجأ لصديقه الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية اللي توسط له عند عبد الناصر عشان ما يقربوش على أملاكه. أما محمد فوزي رغم إنه ملوش في السياسة أصلا وما بيحبش يتكلم فيها، إلا إنه من الأيام الأولى للثورة أظهر تأييده للثورة في شخص محمد نجيب، فكان ملازمه باستمرار وبيظهر معاه في أي لقاء يضم الفنانين، وظهر معاه في عدد كبير من الصور والمجلات، على عكس جمال عبد الناصر اللي ما ظهرش معاه غير في صورة واحدة فقط سنة 1956 وهو بيسلموا التبرعات اللي جمعها هو والفنانين من أجل إعادة تعمير مدينة بورسعيد اللي دمرها العدوان الثلاثي. فكانت هي دي الصورة الوحيدة اللي التقطت لمحمد فوزي مع جمال عبد الناصر، وبكده اعتبروه محسوب على جبهة محمد نجيب، خصوصا انه غنى له اكتر من اغنية اختفوا طبعا وما بقالهمش اثر، وفضلوا شايلينها له لحد ما جه يوم الحساب وتخلص الضباط الاحرار من محمد نجيب واتدوروا على المؤيدين له والمحسوبين عليه. وجت سنة 56 بكل أحداثها وأشهرها طبعا تأميم قناة السويس وجلاء القوات البريطانية عن مصر والعدوان الثلاثي اللي خرج منه ناصر منتصر سياسيا وأصبح زعيم القومية العربية الأوحد وبلا منافس. وتحركت أجهزة الدولة من أجل التقرب للزعيم المقدس والملهم، وبدأت مرحلة تصفية الحسابات وأصبح شعار كل من ليس معنا فهو علينا، وكان من اللي عليهم محمد فوزي المقرب من محمد نجيب والمحسوب عليه. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياة محمد فوزي
من تضييق وصل لحد الاضطهاد، وكان أول حاجة عملوها معاه هي محاربته في شركة أفلام محمد فوزي اللي أسسها مع زوجته الثانية مديحة يسري. فكان كل ما يمضي عقد توزيع فيلم من أفلامه مع الشركات اللي كانت بتتولى التوزيع خارج مصر ويبدأ يصرف على الفيلم من جيبه، يفاجأ بالشركة الموزعة تنسحب وتفسخ العقد. في إيه حصل؟ يجرى إيه؟ محدش عارف حاجة. وطبعا ده كان معناه خسارة مادية كبيرة لمحمد فوزي، فكان بيلجأ للقضاء عشان ينصفه. لكن رغم الأحكام اللي كانت بتصدر لصالحه ما كانش فيه جهة واحدة في مصر بتجرؤ على تنفيذ الأحكام دي اللي فضلت مجرد حبر على ورق. لكن ده مش كفاية، فاتفاجئ بفرض الحراسة على شركة منتخبات بهنا فيلم اللي كانت محتكرة توزيع أفلامه داخل مصر في سابقة كانت الأولى والأخيرة في تاريخ السينما المصرية، لا حصلت قبل كده ولا بعدها. وأصبح ما يعرفش يوزع أفلام ولا داخل مصر ولا خارجها، وبقى صعب عليه جدا إنتاج أفلام جديدة. وعلى مدى 10 سنين من سنة 1956 لحد وفاته سنة 1966 أنتج فيلمين بس، بينما أنتج في ال 12 سنة الأولانية من تكوين شركته 36 فيلم من سنة 1944 لغاية سنة 1956. حتى الإذاعة اللي كان مسجل لها أكثر من 30 أغنية وطنية ما زعتش منها ولا واحدة في الوقت اللي صدعوا الناس بالأغاني الوطنية بتاعت عبد الحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم اللي كانت بتتذاع في كل مكان حتى في المعتقلات والسجون. أصبحت المسألة واضحة لمحمد فوزي اللي قرر تغيير اتجاهه، وبدافع اقتصادي وطني شاف ان الاسطوانات اللي بتتسجل عليها اغاني كبار الفنانين بتاعت شركات اجنبيه، وكانت الاسطوانه الواحده بتتباع ب 90 قرش بحالهم. فقرر سنه 1957 افتتاح شركه لعمل الاسطوانات. محمد فوزي حط في الشركه دي كل ما يملك، نصيبه من ميراث ابوه وفيلة المنصوره وحته ارض ثانيه في الهرم على فلوس مراته الثانيه الفنانه مديحه يسري اللي حطت هي رخرة كل فلوسها، ده غير شريكه المليونير السعودي حسن سرور الصبان اللي كان جارهم في السكن. وتكونت شركة مصر فون محمد فوزي وشركائه برأس مال 250 ألف جنيه، وفي الوقت ده الجنيه الذهب كان بيساوي 97 قرش ونص، بينما النهارده الجنيه الذهب بيساوي 14 ألف جنيه مصري. يعني رأس مال الشركة دي حاليا ما يقلش عن مليار و500 مليون جنيه، وده طبعا كان رقم فلكي. كان مقرها في عمارة الإيموبيليا اللي بناها الملياردير عبود باشا، وما العملية مشيت معاه ما اكتفاش بتسجيل الاسطوانات، فاشترى حته ارض في العباسيه بنى عليها اول مصنع لصناعه الاسطوانات في الشرق الاوسط، وملحق بيه استوديو خاص للتسجيل، واستورد لها من المانيا احدث الاجهزه والالات اللي بتنتج الاسطوانات دي، وبقى يبيع الاسطوانه الواحده ب 35 قرش بدل 90 قرش، في ضربه قاضيه لشركات الانتاج الاجنبيه اللي كانت محتكره السوق المصري، وبكده وفر كتير من العملات الصعبه اللي كانت مصر في اشد الحاجه ليها. لا وكمان بقت الشركه تجيب عمله صعبه اما بدات تصدر الاسطوانات دي للخارج. وتعاقد مع كبار المطربين لتسجيل اغانيهم على اسطوانات شركته، وكان منهم عبد العزيز محمود وكريم محمود. اما ام كلثوم فقدم لها مميزات خاصه عشان توافق على التعاقد مع شركته. واللي ما يعرفوش ناس كتير ان القران الكريم المسجل بصوت بالشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود علي البنا والمنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل، واللي بتتذاع لحد دلوقتي ملايين المرات وسمعوه مليارات المسلمين في جميع انحاء العالم، التسجيلات دي كلها تم تسجيلها في استوديوهات شركة مصر فون، ورفض محمد فوزي ياخد عليها أي أجر. لكن كل ده ما شفعلوش عند الزعيم اللي لسه غضبان عليه. كان سوق الاسطوانات في الوقت ده بتوزع بين شركة مصر فون اللي أسسها محمد فوزي وشركة صوت الفن اللي كونها عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومجدي العمروسي بعد النجاح اللي حققته شركة مصر فون بسنتين. نجاح الشركة أغرى الشركات العالمية في الدخول في السوق المصري والمساهمة فيها، فاستغلت شركة فيليبس العالمية تخرج الشريك السعودي سرور الصبان ودخلت مكانه في الشركة، ودي كانت الثغرة اللي ادت الفرصة للدولة للدخول للشركة. فتحت شعار المبدأ السادس من مبادئ ثورة 23 يوليو وهو القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، أصدرت الدولة قرارات تمصير الاقتصاد المعروفة بقرارات يوليو الاشتراكية، واللي بتقضي بتأميم الشركات الأجنبية. واعتبروا شركة مصر فون شركة أجنبية بسبب دخول شركة فيليبس شريك فيها، رغم أن شركة فيليبس كانت تملك 25% فقط من أسهم الشركة، ومديحة يسري كانت بتملك 25% ومحمد فوزي كان له 50%. استغلوا وجود شركة فيليبس وأمموا الشركة، وطريقة تأميم الشركة كانت لوحدها حكاية. ففي يوم راح محمد فوزي شركته اللي اتفرغ لها وبقى يديها كل وقته، فوجئ بكردون عساكر محوطين الشركه وكانهم في حمله عسكريه. وما دخل مكتبه فوجئ بالضابط محمد المصري قاعد على كرسيه وحاطط رجله على مكتبه في وشه تماما، ومن غير ما ينزل رجله قال له بعجرفه الشركه خلاص اتأممت وما بقتش بتاعتك، وتم تعيينك مدير لها بمرتب 100 جنيه شهري. وانهى كلامه بلهجه عسكريه امره: اتفضل على مكتبك. ومكتبه ده يا ساده كان اوضه البوفيه اللي بيقعد فيها الساعي يعمل الشاي والقهوه، وفي وش الحمام مباشره. وتحولت شركه مصر فون لشركه صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. حتى عربيته الشيفرليه اعتبروها ضمن ممتلكات الشركة وخدوها منه هي كمان.
محمد فوزي ما استحملش الصدمه وروح على البيت. قابلته مراته الثالثه كريمه اللي اتعرفت بفاتنه المعادي، فقال لها خلاص انا انتهيت، وخيرها بين الطلاق او الاستمرار معاه، فاختارته هو واستمرت معاه لاخر يوم من عمره. معقول بعد ما كان صاحب ومدير الشركه اللي كان مرتبه منها بس 1000 جنيه بغير حصته في الارباح يتحول لموظف ب 100 جنيه، وبعد كل كفاحه وتاريخه الفني وانجازاته يضيع ده كله قدام عينيه؟ فما استحملش الصدمه ووقع فريسه لمرض غامض احتار الاطباء فيه على راي ام كلثوم. اتحول مسار الشركه الناجحه وبدات تحقق خسائر، وبداوا يحملوا محمد فوزي جزء من الخسائر دي بصفته شريك فيها، لحد ما اضطر في النهايه يبيع اسهمه في الشركه اللي بدات براس مال 250 الف جنيه، فباع اسهمه ب 6000 جنيه بس. دخل محمد فوزي في رحله علاج صعبه ويائسه داخل مصر، وبعدين سافر لندن يمكن يلاقي علاج، ورجع من لندن على مصر، ومن مصر على المانيا، وهناك قرر الاطباء الالمان ان محمد فوزي مريض بمرض غامض، وعشان ما كانوش عارفين ايه هو المرض ده أطلقوا عليه مرض فوزي، اللي كان واحد من 5 فقط على مستوى العالم يصابوا بالمرض ده، اللي عرفوا بعد كده إنه نوع نادر من سرطان العظام اللي امتد لباقي جسمه وعمل له تليف في الغشاء البريتوني الخلفي. نزل وزن محمد فوزي من 75 كيلو ل 36 كيلو، وأصبح عبارة عن هيكل عظمي أو جلد على عظم، وصرف في رحلة علاجه الطويلة كل ما تبقى من ثروته، وكان ضروري علاجه على نفقة الدولة. فمنع المحيطين بالرئيس عبد الناصر الفنانة تحية كاريوكا من الاتصال بجمال عبد الناصر أو مقابلته، لأنهم عارفين إنها كانت من أقرب أصدقاء محمد فوزي، وإنها كانت هتكلم الرئيس بخصوص علاجه على نفقة الدولة. لكن تحية كاريوكا استمرت في محاولتها لغاية ما نجحت فعلا تدخل لغاية مكتب جمال عبد الناصر، وهناك زعقت وعلت صوتها تقول لهم انتوا بتعملوا فيه كده ليه؟ الراجل عمل لكم ايه؟ بتعملوا فيه كده ايه؟ ده زي ما يكون قتل لكم قتيل. فوجئت بحد بيخبط على كتفها، اتلفتت لقيت قدامها سامي شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر، اللي قال لها بالحرف الواحد ما تدخليش نفسك في مشاكل ما انتيش قدها. لكن ام كلثوم اتدخلت المره دي ووقفت قدام مكتب الرئيس وزعقت وصوتها عالي، فطلع لها عبد الناصر وكلمته وقالت له يا ريس محمد فوزي بيموت حرفيا ولازم تقف جنبه ولازم يتعالج. وبعد شد وجذب مع عبد الناصر وافق على علاج محمد فوزي على نفقة الدولة، بحيث ان الدولة تتحمل نص التكاليف بس وهو يحمل النص التاني في الوقت اللي كان معهوش فلوس من اصله. لكن القرار ده جه متأخر، وبعد اقل من سنة اتوفى محمد فوزي وقابل رب كريم في 20 أكتوبر سنة 1966. وكانت وفاة محمد فوزي من أكبر صدمات الوسط الفني اللي عاش حالة كبيرة من الحزن على فنان فريد من نوعه، وفي جنازته عبر الشعب عن حبه للفنان محمد فوزي والمكانة اللي تميز بيها. وفي تاني يوم للجنازة صدرت الصحف بتوصف اللي حصل في جنازة الفنان العبقري المحبوب، اللي شارك فيها وزير الإعلام وممثلين عن وزارة الثقافة والإرشاد وعدد كبير من الفنانين. وامتدت مسيرة الجنازة من مسجد عمر مكرم في التحرير لمسجد الحسين، وتمت الصلاة على جثمان محمد فوزي 3 مرات، الأولى في مسجد عمر مكرم، والثانية في مسجد الحسين، والثالثة في مسجد الكحلاوي في البساتين بجوار المدافن. وشارك كل الفنانين تقريبا في جنازة محمد فوزي حتى المريض منهم، وأصر الفنان محرم فؤاد على المشاركة في حمل الجثمان لغاية المقبرة. أما الفنان محمد الكحلاوي فاشترك في قراءة القرآن مع المقرئين على المقبرة عند إنزال الجثمان. وأغمى على تحية كاريوكا وسرية حلمي ومديحة يسري 3 مرات. وما حصلت نكسة 67 ما لقيتش الإذاعة غير أغاني محمد فوزي الوطنية عشان تزعل الشعب وتحاول ترفع من روحه المعنوية. دي كانت قصة حياة ومأساة الفنان أبدع وجدد في الموسيقى العربية وقدم بسمة وبهجة للأطفال والكبار. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.